في الفيديو ده احنا جايين نفلي سوق الموبايلات في الفئة السعرية اللي من 15 ل 30 ألف جنيه أو بمعنى أصح الفئة المتوسطة أو المتوسطة العليا، وجايب لك أفضل 6 موبايلات حرفيا يناسبوا أي استخدام، فمهما كان استخدامك أكيد موبايلك في الفيديو ده. وده لأنك من الآخر مش بتدفع أي مبلغ وخلاص، أنت هنا بتدفع مبلغ محترم، فمن حقك تاخد موبايل سفاح. عايز بطارية محترمة هتلاقي، عايز كاميرات هتلاقي، عايز موبايل يستحمل المية المغلية هتلاقي، وكل التفاصيل دي كلها موجودة في الموبايلات اللي معانا. علشان كده عايزك تركز معايا جدا، وكالعادة ما تنساش لايكك وسبسكرايبك، وخلينا نبدأ على طول. بداية كده أنا كنت أرشح لك سامسونج A36 وكمان ريدمي نوت 15 5G، بس عشان وقت الفيديو فخليك ترجع للفيديو اللي فات، هكون سايبه لك دلوقتي في الاي اللي فوق. ادخل شوف الموبايلين دول دلوقتي لان انا كده كده برشحهم وبقوه بسبب ان هم قيمه مقابل سعر. وخليني دلوقتي ابدا معاك بالاوبو A6 برو 5G. هنا يا باشا لو ميزانيتك 15000 جنيه وانت هدفك خامات وشهاده عسكريه وصدمات والكلام ده كله، فلا عايزك تركز معايا. الموبايل الديزاين بتاعه تحفه، بس الخامات بتاعته بلاستيك عادي لكن واخد شهاده عسكريه ضد الصدمات، والاهم انه واخد معيار IP69، وده معناه انك ترمي الموبايل في الميه او تغسله بميه سخنه او تدفنه في الرمله، فهو كده كده مش هيواجه اي مشاكل من ده كله اطلاقا. فمن الاخر لو انت من الناس اللي استخدامها مع الموبايل عنيف، فلا هقول لك هنا الاوبو A6 برو ده الموبايل بتاعك، وده من ناحيه التصميم والخامات. اما من ناحيه الشاشه فانت عندك هنا شاشه اموليد 6.5 انش بتدعم لك 120 هرتز، السطوع بتاعها 1400 نتس، والاحلى بصراحه انها شاشه فلات، فيعني تقدر تركب لها اي سكرينه، بعكس ان في موبايلات كتير نزل في الفئه دي والشاشه بتاعتها جايه كيرف، وهي ممكن تكون وجهات نظر، بس انا شايف ان الناس بتصرف حبتين ثلاثه على السكرين، فده ممكن بالنسبه لك تكون عيب او ميزه مش عارف. كمان عندك هنا البصمه جايه مدمجه في الشاشه وسريعه وطلقه كعاده اوبو. نروح بقى للبطاريه واللي تعتبر ميزه قويه جدا في الموبايل ده. البطاريه هنا 7000 ملي امبير، فالرقم ده بصراحه مش دعايه، ده فعلا بيكمل معاك يومين استخدام مرتاح، والاحلى من كده انه بيشحن ب 80 واط والشاحن كمان جاي في العلبه. ممكن نقول كده ان هو بيشحن في ساعه مثلا. هتقول طب احنا لحد دلوقتي ما اتكلمناش عن الاداء، هقول لك انا جاي لك في السكه، لان هنا في نقطه ضعف شويه. المعالج هنا جاي من دمايس A6300 وده جايب معماريه 6 نانو، فمن الاخر وعلى بلاطه المعالج ده كاستخدام يومي فهو معالج ممتاز. سوشيال ميديا، تصفح، استهلاك عادي، لكن لو انت جيمر وعايز 90 فريم فلا انصحك تشوف غيره. مش معنى كده انه وحش، لا هو كويس، بس لا في السعر ده في احلى منه بكتير للالعاب، وده من ناحيه المعالج. عندك الشبكات طبعا زي ما احنا متعودين عليها من اوبو، بتلقط لك شبكه من اي حته، فهي كده كده قويه كالعاده، واوبو شاطره في النقطه دي. عندك السماعات جايه ستيريو وصوتها عالي ومحترم، وفي مايك اضافي لعزل الدوشه علشان المكالمات وكده، فصوتك هيوصل للطرف الثاني نقي من غير اي مشاكل. هتقولي طب وبالنسبه للكاميرات، هقول لك لا انت برضو مش في احسن كاميرات اطلاقا، وده لانك عندك هنا كاميرتين في الظهر. الكاميرا الاولى 50 ميجا بكسل ودي الكاميرا الاساسيه، والكاميرا الثانيه 2 ميجا بكسل ودي الكاميرا الخاصه بالبورتريه، فما فيش تفاصيل كتير، ده غير ان اوبو هنا مش مهتمه بالكاميرات اكتر ما مهتمه بالحمايه. ولو انت برضو عايز تصور فيديو فالفيديوهات هنا اخرها فول اتش دي بس، بتوصل معاك ل 60 فريم وما عندكش 4K. من ناحيه باقي المستشعرات فانت عندك كل حاجه، تسارع، قرب، وصله، جيروسكوب، كل ده موجود، والموبايل بيدعم لك كمان NFC. وكالعاده ما عندكش منفذ 3.5 مللي للسماعات، فهتضطر انك تستخدم وصله او سماعه بلوتوث. وعلبه الموبايل ده متكامله، مش هتحتاج انك تشتري عليها اي حاجه كمان. عندك هنا منه نسخه واحده 256 مع 8 رام، وده بسعره 15000 جنيه. لما نطلع بالسعر شويه كمان، وقبل ما ندخل على الموبايل اللي بعد كده، حابب انبهك واقول لك ان في الفئه السعريه دي موبايلات فعلا للجيمنج بس، وكل تركيزها بيكون على الاداء، وده اللي انا قلته بالتفصيل في افضل موبايلات الجيمنج، هكون سايبه لك دلوقتي في الاي اللي فوق، فادخل شوفه هتلاقي في موبايلات في الفئه السعريه دي تستحق فعلا انك تروح تشتريها لو انت واحد جيمر. وخلينا دلوقتي نطلع بالسعر لحد 20000 جنيه ونوصل معانا للاونر 400. الموبايل ده من الاخر تحفه فنيه. الاونر 400 هنا جاي رفيع جدا 7.3 مللي، ووزنه خفيف 183 جرام، فمسكته في الايد فخمه، وده بفضل ظهر الجزاز، بس الفريم هنا اللي جاي بلاستيك. ومن ناحيه الشاشه فانت عندك شاشه اموليد كيرف 120 هرتز، سلاسه ملهاش حدود معاك، والسطوع هنا بيوصل ل 5000 نتس، وحاسس ان ده رقم دعائي شويه، هي ما توصلش ل 5000، ممكن 1200 1400، بس ده ما يمنعش انك كده كده هتشوفها كويس جدا تحت اشعه الشمس. والاهم انها مريحه جدا للعين بمعدل تعتيم عالي 3840 هرتز، فيعني لو بتسهر بالليل كتير فعينك مش هتوجعك. والمعالج عندك سناب دراجون 7 جن 3، فمعالج محترم جدا وبيشغل لك كل حاجه بسلاسه مع شاشه 120 هرتز، فالموبايل هيكون معاك ممتاز. اما من ناحيه الكاميرات فاونر هنا بتفتري، يعني عندك كاميرا اساسيه 200 ميجا بكسل ومثبت بصري OIS، فالتفاصيل هنا مرعبه. ما عندكش عدسه للزوم، بس ال 200 ميجا بكسل هنا بتخليك تعمل كروب كانك معاك زوم حقيقي. والكاميرا الثانيه 12 ميجا بكسل ودي الكاميرا الخاصه بالالترا وايد، وده لمحب طبعا التصوير الواسع. والكاميرا السيلفي 50 ميجا بكسل هتاخد منها تفاصيل كتير جدا. كمان الموبايل فيه ميزه بالذكاء الاصطناعي اسمها AI فوتو تو فيديو، وده اللي بيحول لك الصور لفيديوهات، هي حركه روشه للناس اللي بتنزل استوريات على السوشيال ميديا كتير. الموبايل بيوصل معاك في التصوير الفيديو لحد 4K بس 30 فريم في الثانيه بس، لكن في الفول اتش دي بيوصل معاك ل 60 فريم عادي. من ناحيه الشبكات فالشبكات في اونر قويه، والموبايل بيدعم لك كمان الاسم، فدي ميزه محترمه بصراحه، وفي IR بلاستر علشان تتحكم في اي اجهزه الكترونيه، والبصمه جايه مدمجه في الشاشه وسريعه جدا كعاده اونر. ولما نروح لحجز البطاريه فتلاقيها بطاريه عملاقه معاك 6000 ملي امبير، والموبايل كده كده اصلا رفيع، فانا مش عارف ازاي عملوها. عندك سرعه الشحن هنا بتوصل ل 80 واط، والمفاجاه ان الشحن اللي موجود في العلبه معاك 100 واط. عيب الموبايل ده اللي ممكن انت اصلا ما تعتبرهاش عيوب بالنسبه لك، وهي ان مقاومه الميه بتوصل معاك ل IP66، يعني بتستحمل معاك رذاذ ميه وبار، لكن ما تاخدش الموبايل ترميه في الميه. يعني كمان ما عندكش مكان
مكان لكارت ميموري ولا منفذ 3.5 مللي، وما عندكش كاميرا للتليفوتو مخصوص، لكن تقدر تصور 2x و3x، وده بفضل العدسه الاساسيه. عندك هنا منه نسختين حاليا، نسخه 256 مع 12 رام ب 20000 جنيه، وعندك هنا منه نسخه ثانيه 512 مع 12 رام ودي بسعر 22000 جنيه. في نفس الفئه السعريه دي هنروح لموبايل ثالث معانا وهو السامسونج A56، وده من الاخر الموبايل اللي انت تشتريه عشان تريح دماغك وتضمن فلوسك لسنين قدام. هنا بقى الفخامه من ناحيه الخامات، ظهر من الجزاز، فريم من الالومنيوم، مسكه الموبايل بتحسسك انك ماسك موبايل فلاجشيب. ده غير ان مقاومه الميه هنا جايه معتمده باي بي 67، فالموبايل بيقدر ينزل معاك لتحت الميه لحد متر ونص. نروح لحاجه ثانيه زي الشاشه اللي هنا مش هتلاقي لها منافس اصلا، وده لانك عندك شاشه سوبر اموليد 6.7 انش 120 هرتز، فالوان سامسونج المشبعه اللي كلنا بنحبها، وسطوع فعلي معاك بيوصل لحد 1200 نتس، وعلى حمايه قويه من فيكتوس بلس. بس خد بالك يعني الحافه اللي تحت لسه كبيره سيكا مقارنه بالمنافسين، بس انا مش شايفها عيب بصراحه. لكن كمجمل في الشاشه عموما فانا شايفها ممتازه، فرجه على افلام او استخدام مش هتواجه معاها مشاكل. من ناحيه الاداء فانت عندك المعالج الجديد الاكزينوس 1580، فلا المعالج ده محترم، جايب معماريه 4 نانو، هتلاقيه مستقر معاك وقوي، ما بيسخنش السخونه الاوفر، سخونه عاديه يعني، ولو سخن معاك اوفر هيكون ده بسبب ان الخامات هنا جايه من الجزاز مش بلاستيك يعني. فالمهم هتلعب وتتصفح سوشيال ميديا، والاهم من ده كله انك عندك 6 سنين تحديثات اندرويد، فلا الموبايل ده هيعيش وهيعيش وهيعيش. ومن ناحيه الكاميرات فانت عندك 3 كاميرات في الظهر، الكاميرا الاولى 50 ميجا بكسل الاساسيه، ودي جايب مستشعر من سوني وبتدعم لك طبعا مثبت البصر الاو اي اس، والكاميرا الثانيه 12 ميجا بكسل ودي الكاميرا الخاصه بالالترا وايد، والكاميرا الاخيره 5 ميجا بكسل ودي الكاميرا الماكرو، والكاميرا الاماميه 12 ميجا بكسل، هي ايوه مش هتاخد منها تفاصيل كتير بس الصور بتطلع حلوه. وفي المجمل الكاميرات كلها هتاخد منها اداء كويس جدا خصوصا في الاضاءه القويه. ده غير انك يا باشا لو انت واحد بتصور فيديوهات او صانع محتوى فالموبايل برضه هيخدمك، وده لانك تقدر تصور فيديوهات هنا لحد 4K وكمان HDR، بس طبعا ما عندكش كاميرات للتليفوتو فدي ممكن حاجه تزعلك شويه. كل الموجود بس انك تقدر تصور 2x بورتري بالعدسه الرئيسيه. السماعات هنا جايه ستيريو، صوتها عالي ومحترم ومتجسم، لكن عندك حاجه زي الشبكات فلا الشبكات هنا مش احسن حاجه في سامسونج، تكون افضل بكتير يعني في حاجه زي الاونر او في حاجه زي اوبو، بس ده ما يمنعش انها شغاله، لا هي كويسه عادي بس مش مستقره نوعا ما. لكن لما نروح للناحيه الايجابيه فانت هتلاقي كمان عندك اي سيم، لكن لما نروح لحاجه ثانيه زي المستشعرات فانت عندك البصمه جايه تحت الشاشه واسرع نوعا ما عن الاصدارات اللي فاتت، مستشعر التقارب اللي لسه جاي سوفت وير بس مش هتلاقيه بيعلق معاك، هتلاقيه مستقر برضه. اكتر عيوب ممكن تشوفها رخمه وهي ان العلبه فاضيه تماما، مفيش ولا شاحن ولا جراب، هتدفع حوالي 1000 او 1500 جنيه كمان علشان تشتري باقي المكملات، وسرعه الشحن كمان 45 واط، فهي بطيئه جدا مقارنه بباقي المنافسين اللي في السعر ده. ما تنساش طبعا انك معاك بطاريه 5000 ملي امبير اور، هي بطاريه كويسه لكن بباقي المنافسين برضه مش اعلى بطاريه. واخيرا ما عندكش مكان انك تركب كارت ميموري ولا عندك منفذ السماعات 3.5 مللي، وعندك بالموبايل 3 نسخ، نسخه 128 مع 8 رام ودي بسعر 20000 جنيه، والنسخه الثانيه 256 مع 8 رام ودي بسعر 22000 جنيه، والنسخه الثالثه والاخيره 256 مع 12 رام ودي بسعر 24000 جنيه. وممكن الاسعار تختلف علشان اليومين دول في تقلب كتير في الاسعار، وكل النسخ اللي انا قلت لك عليها دلوقتي ضمان محلي. دلوقتي نعلى شويه كمان بالسعر ونروح للريدمي 15 برو، فهنا ندخل بقى في الجد فئه ال 25000 جنيه، وهنشوف اول حاجه التصميم اللي هتلاقيه كويس بصراحه برضو من بعد شكله تحفه. هذا طبعا جاي من الجزاز في اللون الفضي او الابيض اللي انت شايفه ده، وجاي من الجلد بس في اللون الاخضر، وفي ميزه روشه في الظهر اسمها البلس لايت، ودي لمبه RGB بتنور في الموسيقى والمكالمات علشان يعني تحسسك بجو الجيمنج وكده. ومن ناحيه الحمايه فالموبايل جايب شهاده IP68 وIP69، فيقدر ينزل لك في الميه لحد 2 ونص لمده نص ساعه وما يكونش عنده اي مشاكل. اما من ناحيه الشاشه فانت عندك هنا الريدمي بتقدم لك شاشه 144 هرتز كيرفت بدقه ال 1.5K، والستوب بيوصل معاك هنا ل 6500 نتس، بس ما اظنش برضه ان ده رقم فعلي. والاهم من ده كله ان الشاشه جايه اموليد فهتاخد الوان مشبعه ومحترمه، ده غير ان الشاشه كمان بتدعم ال HDR 10 بلس، ومعدل التعتيم فيها ممتاز علشان تريح عينك طبعا لو انت بتستخدم الموبايل في الاضاءه الضعيفه، والشاشه عليها حمايه من كورنينج جوريلا جلاس 7 اي. ونسيب بقى الشاشه ونروح للاداء، فهتلاقي عندك هنا المعالج جاي من سناب دراجون 7 جين 4، وده معالج لسه جديد نوعا ما اليومين دول، هتلاقيه قوي جدا معاك مع الذاكره اللي طبعا جايه UFS 3.1، فالموبايل ده طياره حرفيا في فتح الابلكيشنز والالعاب. ومن ناحيه السوشيال ميديا واستهلاكك الطبيعي فطبعا انت كده هتاخد افضل اداء منه عادي. ولما نروح للبطاريه فهتلاقي هنا عندك بطاريه ممتازه عملاقه 7000 ملي امبير اور، ودي اصلا مع وزن الموبايل ال 187 جرام مستغربها بصراحه. ده غير انك عندك سرعه الشحن هنا 80 واط، والشحن كمان موجود في العلبه، فلا الموبايل ده صعب يفصل منك في يوم واحد. انت عندك في الظهر كاميرتين، الكاميرا الاولى الاساسيه 50 ميجا بكسل وجايب مستشعر من سوني وكمان داعمه معاك للاو اي اس، والكاميرا الثانيه برده معاك 50 ميجا بكسل ودي كاميرا الالترا وايد، وحتى الكاميرا الاماميه جايه 50 ميجا بكسل، فانت حرفيا واخد تفاصيل من اي كاميرا تستخدمها. بجانب معالجه الوان ريدمي فهتاخد صور كويسه جدا خصوصا لو بتصور في اضاءه قويه. وصوره الفيديو بقى لو انت واحد صانع محتوى فالموبايل ده طبعا بتاعك، ويوصل معاك لل 4K 60 فريم في الثانيه، فول اتش دي بيوصل معاك لحد 120 فريم في الثانيه سلو موشن يعني. وده من ناحيه الكاميرات. هنروح لحاجه ثانيه زي البصمه فهتلاقيها تحت الشاشه وسريعه جدا معاك، لكن في كام عيب هنا بصراحه ما حبيتهمش. اول حاجه الفريم هنا من البلاستيك
تاني حاجه انت ما عندكش كاميرا تيليفوتو، والعيب اللي ممكن ما يعجبكش برضو ان الموبايل ده مش داعم اطلاقا للاسم، ومستشعر التقارب هنا هاردوير، والموبايل ما بيدعمش معاك تركيب كارت ميموري ولا في منفذ 3.5 مللي الخاص بسماعات الاذن. لكن غير كده انت عندك باقي المستشعرات اللي انت تحتاجها: تسارع، قرب، بوصله، جيروسكوب، عندك مايك لعزل الدوشه، والسماعات الموجوده جاي ستيريو وصوتها عالي ونقي، وكمان عندك NFC والاي ار بلاستر لو انت بتستخدمهم، والعلبه كالعاده متكامله مش هتحتاج تشتري عليها اي حاجه كمان، وعندك هنا منه نسخه واحده 256 مع 12 رام ودي بسعر 25000 جنيه. خليني برضه ارشح لك موبايل تاني في السعر ده بس من شركه مختلفه وهي شركه شاومي، والموبايل اللي معانا دلوقتي وهو الشاومي 15 تي. ونقطه القوه اللي مميزه الموبايل ده وهي الاداء. بصراحه الموبايل ده جايب معالج الدايمنسيتي 8400 الترا، فمن غير رغي كتير ده اقوى معالج في الفيديو النهارده، بيشغلك من ببجي واي لعبه تقيله على اي اعدادات وانت حاطط رجل على رجل. ده غير ان التبريد فيه محترم جدا، وجايب معماريه 4 نانو فهتلاقيه موفر معاك في الطاقه جدا. اما من ناحيه الخامات فالظهر جاي من الجزاز لكن الفريم اللي جاي من البلاستيك، ودي حاجه برضو من ضمن العيوب. لما نروح للشاشه فهتلاقي هنا شاشه جايه فلات وجايه اموليد بالوان مشبعه بمساحه 6.8 انش بدقه 1.5K، ده غير انها داعمه معاك للدولبي فيجن والاتش دي ار 10 بلس، وبتوصل معاك لل 120 هرتز، وعليها كمان طبقه حمايه من كورنينج جوريلا جلاس 7 اي، ومعدل التعتيم برضو فيها ممتاز بيوصل معاك ل 3840 هرتز، والسطوع هنا بيوصل لحد 3200 نتس، وده رقم مش فعلي بصراحه، بس مهما كان كده هتشوف الموبايل تحت اشعه الشمس بشكل ممتاز. ولما نروح لحاجه ثانيه زي الكاميرات فهتلاقي الكاميرات الخلفيه هنا عندك 3 كاميرات فيهم، والكاميرات جايه بالتعاون مع لايكا. فالكاميرا الاولى عندك 50 ميجا بكسل ودي جايه بمستشعر اللايت فيوجن 800 وبتدعم المثبت البصري الاو اي اس، والكاميرا الثانيه 50 ميجا بكسل ودي كاميرا التليفوتو ودي اللي بتصور معاك 2 اكس، والكاميرا الثالثه 12 ميجا بكسل ودي كاميرا الالترا وايد عشان لو بتحب تصور بالتصوير الواسع. اما بالنسبه للكاميرا سيلفي فالكاميرا سيلفي هنا 32 ميجا بكسل هتاخد منها تفاصيل كويسه، ولو انت واحد بتصور فيديوهات كتير فالموبايل بيدعم معاك تصوير فيديوهات 4K 60 فريم في الثانيه وفول اتش دي لحد 960 فريم في الثانيه، فمجملا هتاخد من الكاميرات اداء ممتاز لا يعلى عليه. عندك كمان السماعات هنا جاي ستيريو بتدعم هنا الدولبي اتموس فصوتها عالي ومجسم، وشبكات شاومي كويسه مش وحشه ومش حلوه جدا، فلا هتلاقيها كده في النص. ده غير الموبايل كمان داعم للاسم وفي اي ار بلاستر، وكمان عندك NFC اللي ممكن يزعلك شويه هنا بس انك عندك مستشعر التسارع والقرب جايين سوفت وير بس هتلاقيهم مستقرين معاك عادي، لكن عندك الجيروسكوب والبوصله جايين هاردوير، والبصمه طبعا جايه مدمجه في الشاشه وادائها سريع، وعندك مايك العزل الدوشه، والحاجه الاهم اللي ما اتكلمناش عليها لحد دلوقتي ومش هعطيها اهميه كبيره وهي ان البطاريه هنا 5500 ملي امبير بتدعم لك سرعه شحن 67 واط وهي مش وحشه، بس بنفس سعر الموبايل ده كان معانا بطاريه تاني 7000 ملي امبير، فانا مش بقلل منها ولا حاجه، لكن البطاريه بتاعت الموبايل ده هتخليك مستخدمها اليوم مستريح، وكمان سرعه الشحن بتاعتها برده ممتازه مش وحشه. عندك طبعا علبه الموبايل جايه متكامله، وعندك هنا من الموبايل ده نسختين، نسخه 256 مع 12 رام ودي بسعر 25000 جنيه، والنسخه الثانيه ال 512 مع 12 رام ودي بسعر 27000 جنيه، والنسختين ضمان محلي ما لهمش اي ضرايب. نروح للموبايل الاخير معانا ونرجع تاني لشركه اوبو واللي هنلاقي فيها الاوبو رينو 14، وده الموبايل المتكامل اللي بيجمع لك كل حاجه حرفيا. من ناحيه الخامات فعندك الظهر هنا جاي من الجزاز، الفريم جاي من الالومنيوم، قوه الميه بتوصل معاك للاي بي 69، والبطاريه بتاعته هنا 6000 ملي امبير، وسرعه الشحن بتاعت البطاريه دي 80 واط، وكمان الشحن موجود معاك في العلبه. لكن خلينا برضو نروح لحاجه زي الشاشه اللي هتلاقيها هنا معاك اموليد 6.6 انش وتوصل معاك لل 120 هرتز سعرها ما تتخيلهاش، ودعمه كمان للاتش دي ار 10 بلس، وعليها طبقه حمايه من كورنينج جوريلا جلاس 7 اي، والسطوع بيوصل لحد 1200 نتس، فكده كده واخد شاشه ممتازه. لما نروح لحاجه ثانيه زي المعالج فهتلاقي المعالج المحترم اللي جاي من دايمنسيتي 8350 وجايب معماريه 4 نانو، فاستخدام يومي، سوشيال ميديا، سكرولينج، العاب، العب براحتك واستخدم زي ما انت عايز، الموبايل مش هيقول لك كفايه. اما من ناحيه الكاميرات فعندك 3 كاميرات في الظهر، الكاميرا الاولى الاساسيه 50 ميجا بكسل ودي جايب مستشعر من سوني بتدعم لك المثبت البصري الاو اي اس، والكاميرا الثانيه 50 ميجا بكسل وجايب مستشعر من سامسونج ودي بتدعم برضو المثبت البصري، ودي كاميرا التليفوتو بتوصل معاك لحد 3.5 اكس، ولكن لو عايز تجرب اكتر ديجيتال بتوصل معاك لل 120 اكس. اما الكاميرا الثالثه فدي جايه 8 ميجا بكسل ودي كاميرا الالترا وايد. وبالنسبه للكاميرا الاماميه فالكاميرا الاماميه تاخد منها تفاصيل كتير جدا، وده بسبب انها 50 ميجا بكسل وجايب مستشعر من سامسونج، غير انك لو عايز تصور فيديوهات فهتقدر تصور لحد 4K 60 فريم في الثانيه وفول اتش دي لحد 120 فريم في الثانيه، واللي هيخدمك اكتر مع تصوير الفيديوهات وهي المايكات. الموبايل ده جايب 3 مايكات، فكل ده علشان يحسن لك تجربه الصوت اللي ممكن تاخدها من الموبايل. ولما نروح لحاجه ثانيه زي الشبكات فهتلاقي شبكات اوبو ممتازه ولا يعلى عليها. من ناحيه المستشعرات فانت عندك البصمه جايه مدمجه في الشاشه وسريعه طبعا كعاده اوبو، وعندك تسارع وقرب وبوصله وجيروسكوب كل دول هاردوير، والموبايل جاي داعم معاك للايسم والNFC والاي ار بلاستر. عيب الموبايل ده بس انه ما فيهوش كارت ميموري، سرعه الشاشه 1200 نتس هو كويس بس اقل من ارقام المنافسين يعني، لكن عندك سماعات ستيريو وشاشه كويسه وبطاريه عملاقه، فالموبايل ده بصراحه يستاهل سعره، خصوصا لانه بيقدم برضه كاميرات كويسه جدا. عندك العلبه بتاعته متكامله ومفيش منه غير نسخه واحده هنا موجوده في مصر وهي ال 256 مع 12 رام ودي بسعر 26000 جنيه. فبس كده اتمنى اكون على قد ما اقدر جمعت لك كل الموبايلات اللي تناسب استخدامك، فانت دورك دلوقتي انك تنزل تحت في الكومنتات تعرفني استخدامك وامكانياتك وانا ارشح لك افضل موبايل مناسب ليك. وتقديرا برضه للمجهود ده كله ما تنساش انك تشترك في القناه وتفعل الجرس وتضغط لايك للفيديو عشان ده بيديني
هيديني حماس ان انا اعمل فيديوهات اكتر الفتره الجايه، وعشان ما اطولش عليك اكتر من كده فاشوفك الترشيح الجاي. سلام.